والله الذي لا إله إلا هو إن التاريخ لا يعيد نفسه. مرت علي رسالة في الواتساب واصلة من الصومال. الصومال قبل 100 سنة كانت أغنى دولة في أفريقيا. قبل 100 سنة كان الصومال في الفترة ذيك يتصدقون على أهل الجزيرة العربية، حتى أنه حصل للأسف مجاعة في المدينة وقل فيها الطعام. من أنقذ المدينة؟ رجال الصومال. ووصلتني قائمة بأسماء المتبرعين بالذهب من الصومال لأهالي المدينة، ومكتوب تبرعات إخواننا التجار في الصومال، وكانت مملكة، لأهالي المدينة المنورة كذا وكذا وكذا من الذهب، وكذا 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 من الغنم، وكذا 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 من الطعام. كل ذلك جاء من الصومال إلى المدينة، واليوم الصومال تحتاج، وأهل المدينة الحمد لله. أهل الحجاز مرت عليهم فترة كانوا يأخذون من مصر، كان أهل مصر يتبرعون على أهل الحجاز، بل كان يأتي الخير من الهند. الهند الآن اللي عندنا عامل في الشوارع، كانت الهند مملكة، وكان يمشي الناس من هنا إلى الهند من أجل أن يأتوا بالمال، وتلك الأيام نداولها. لبنان كانت من أغنى الدول العربية، وكانت من مثل سبأ الفواكه وكل ما يخطر على بالك. وأول دولة تعلم أبناؤها وظهرت في المطابع بيروت لبنان، الكتب الأولى كلها بيروت لبنان بيروت لبنان. وما شكروا النعمة، وقامت الحرب الأهلية فيهم، وأصبحوا يستقبلون تبرعات من الناس اللي كانوا هم يتبرعون عليهم. الكويت كانت قبل غزو صدام في ثرى لا يعلم إلا الله، إلى غير ذلك. الصومال سبب مجاعتهم اللي حصلت ما ذكر عنهم بعد ذلك. جاءت شركة بريطانية تشتغل في الجلود، فكانوا يذبحون الغنم ويرمون اللحم ويبيعون الجلد. وكان يأتي الواحد يريد يفطر صباحا، فيأخذ جدي يذبحه، يطلع الكبد ويرمي الباقي عشان يفطر بالكبدة. يوميا جدي يرمى لحمه وتؤخذ الكبدة فقط. في بيروت كان يأخذ من التفاحة ويرمي الباقي برجله. وانظروا النتائج. عندما تشكر النعمة تدوم عليك الدنيا، وعندما تكفر بالنعمة يأخذ الله منك الدنيا، وتجوع وتحتاج للحبة التي كنت ترمي. لذلك الله عز وجل ذكر القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وش صار؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ما يحتاج، هذه عيننا شايفته. والعكس صحيح، لو هي عايشة جوع وخوف وصبرت ودعت الله وتابت إلى الله واستقامت على شرع الله، يبدل الله خوفهم أمنا وجوعهم شبعا. وهذا حال جزيرة بعد ذلك الجوع اللي كان فيها، بعد ما قامت فيها دولة التوحيد ووحدت كلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان الملك عبد العزيز في بداية الحكم يقترض من التجار، ومر على امرأة صالحة في المنطقة الشرقية وأعطاها كم من تلك الجنيهات الذهب. رفعت يديها وقالت اللهم ارزقه خيرات الأرض، أخرج له خيرات الأرض. بعد دعوتها بزمن قليل اكتشف النفط، اكتشف الغاز، اكتشفت الخيرات التي حوتها أرض الجزيرة. ثلثي احتياط نفط العالم هنا. الذهب كميات هائلة، الغاز، الرزق، الماء نفسه، الماء العذب، والحرمين وغير ذلك. أصبحت الدولة هذه
بفضل الله تتصدق على العالم وتعطي العالم وتقيم دول إلى الآن، تأخذ في دول تأخذ رواتب من هذه الدولة بالكامل، دول بالكامل عايشة على هذه الدولة. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعل هذا البلد آمنا